السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري الخاص بالحالة الجوية في المملكة المغربية ليوم الجمعة 2 يناير 2026. قبل ما ندخل في التفاصيل خاصة نأكد على وحد النقطة الأساسية. هذا التقرير ما الهدف دياله لا التخويف ولا التهويل، وإنما نقل المعلومة الصحيحة وشرح ما هو قادم بلغة بسيطة باش كل واحد يكون واعي ومستعد، لأن الاستعداد هو أساس السلامة. المغرب ابتداء من مساء اليوم الجمعة مقبل على اضطراب جوي قوي وواسع النطاق ناتج عن منخفض جوي أطلسي عميق مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة سيؤثر على عدد كبير من مناطق البلاد، خصوصا السواحل الوسطى والجنوبية والمرتفعات الجبلية. هذا الاضطراب الجوي يتميز بثلاث عناصر أساسية: أمطار غزيرة، رياح قوية، وتساقطات ثلجية في المرتفعات، وهي عناصر إذا اجتمعت في وقت قصير قد فرض علينا نكون أكثر يقظة وحذر. بالنسبة للتساقطات المطرية، من المنتظر أن تعرف عدة أقاليم أمطارا قوية إلى جد قوية، خصوصا في الجنوب الغربي والوسط، حيث تشمل المناطق الأكثر عرضة لكميات كبيرة من الأمطار: أجادير إداوتنان، تارو دانت والصويرة. وتشير التوقعات إلى تساقطات قد تتراوح بين 80 و 120 ملم في ظرف زمني قصير نسبيا. ولتقريب الصورة أكثر، فإن 120 ملم من الأمطار تعني ما يعادل 120 لترا من الماء فوق كل متر مربع واحد، وهي كمية كبيرة جدا إذا نزلت في أقل من 24 ساعة، ما قد يؤدي إلى جريان قوي للأودية وارتفاع خطر الفيضانات المفاجئة، خصوصا في المناطق المنخفضة والقريبة من مجاري المياه. أما باقي المناطق المصنفة في نطاق التحذير البرتقالي مثل أسفي، الجديدة، سيدي بن نور، شتوكا أيت باها، إنزجان أيت ملول، تزنيت، شيشاوة، الحوز واليوسفية، فمن المتوقع تسجيل أمطار مهمة تتراوح بين 30 و 45 ملم، وهي بدورها كميات كافية لإحداث تجمعات مائية وفيضانات محلية، خاصة في المدن التي تعاني من ضعف شبكات تصريف المياه. العنصر الثاني وربما الأخطر في هذا الاضطراب الجوي هو الرياح القوية، إذ أن كثيرا من الناس يركزون فقط على الأمطار، لكن الرياح العاتية قد تكون أكثر تدميرا في بعض الحالات. التوقعات تشير إلى هبات رياح قوية قد تتراوح بين 90 و 105 كيلومترات في الساعة، خاصة في أقاليم الحوز وشيشاوة، وفي مناطق أخرى مثل أسفي والجديدة واليوسفية قد تصل السرعات إلى ما بين 75 و 100 كيلومتر في الساعة، وهي سرعات قادرة على اقتلاع الأشجار، إسقاط أعمدة الكهرباء والهاتف، تطاير اللوحات الإشهارية، وتضرر الأسطح والقرميد والهوائيات. لذلك من الضروري تفادي الوقوف تحت الأشجار أو بجانب الأعمدة، وتثبيت كل الأغراض القابلة للتطاير في الأسطح والشرفات. أما في المناطق الجبلية، خصوصا مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والريف، وابتداء من علو 1600 متر، فمن المرتقب تسجيل تساقطات ثلجية مهمة تشمل أقاليم أزلال، تنغير، ورزازات، الحوز ومدلت، حيث قد يصل سمك الثلوج إلى ما بين 10 و 30 سنتيمتر، وهي كميات قد تؤدي إلى قطع بعض الطرق الجبلية، عزل الدواوير والمناطق القروية، وصعوبة التنقل خاصة خلال الليل والصباح الباكر. ولهذا ينصح سكان هذه المناطق بالتزود بالمواد الأساسية والتقليل من التنقل غير الضروري. وبخصوص التوقيت الزمني للحالة الجوية، فبداية التأثير ستكون مساء اليوم الجمعة 2 من يناير، في حين أن ذروة الاضطراب متوقعة خلال ليلة الجمعة وصباح ويوم السبت 3 من يناير، مع تحسن تدريجي ابتداء من يوم الأحد، واستقرار نسبي متوقع خلال منتصف الأسبوع القادم. ورغم كل هذه المخاطر، من المهم نذكر أن هذه الأمطار تبقى نعمة كبيرة، خصوصا بعد سنوات من الجفاف ونقص الموارد المائية، إذ تساهم هذه التساقطات في ملء السدود، إنعاش الفرشة المائية، ودعم الموسم الفلاحي. لكن النعمة إذا جاءت بقوة تحتاج تعاملا ذكيا ومسؤولا، والوعي هو المفتاح. وفي هذا الإطار نذكر بأهم نصائح السلامة، وهي عدم عبور الأودية أو الطرق المغمورة بالمياه، تجنب التنقل غير الضروري أثناء فترات الذروة، تثبيت الأغراض القابلة للتطاير، ومتابعة النشرات الجوية الرسمية فقط. وخلاصة القول، فإن يوم الجمعة 2 من يناير 2026 يتميز بطقس غير مستقر في عدد كبير من مناطق المغرب، ويتطلب الحذر والوعي والمسؤولية الجماعية. ونتمنى أن تمر هذه الحالة الجوية بأقل الأضرار، وأن تعم فائدتها على البلاد والعباد. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.